تعالي نعمل مع بعض قرص الافران الجميله دي. مكونات بسيطه جدا وسهله جدا، وزي ما حضرتك شفتي كده قد ايه رفعت معانا وهشه. هتشوفي ازاي كانت العجينه صغيره جدا وقد ايه رفعت والكميه بقت كتير. شوفي ازاي هي هشه معاكي والنتيجه ناجحه معاكي جدا. معايا بسم الله الرحمن الرحيم، معانا كيلو دقيق، 3 معالق كبار سكر و3 معالق كبار لبن بودره وبيكنج باودر ومع نص معلقه صغيره ملح، 3 معالق زيت وبيضه. البيضه دي مهمه جدا جدا في طراوه العجين يا جماعه. معايا الخميره والسكر علشان الخميره مع السكر علشان التفاعل. معايا ميه دافيه على الخميره والسكر، مش سخنة علشان ما تموتش العجينة، ومش باردة علشان ما تقتلهاش برضو يعني. لازم تكون فترة. هنركنها على جنب علشان نشوف هترتفع ولا لا، عشان ما نضيعش المجهود على الفاضي يعني. لان كيلو دقيق وهنعمل شغل. فهنضيف بقى على الدقيق السكر واللبن البودرة والملح وال ايه البيكنج باودر. الخميره عملت معانا فقاعات اهيت يا جماعه على الوش خلاص. هي الخميره كده مظبوطه معانا. هضيف عليها البيضه. البيضه دي مهمه جدا في طراوه العجين. اي عجين حطي له بيضه، وعلى ضمانتي واكتبي لي برضو بتعمل معاكي ايه البيضه في طراوه العجين. هي اللي هتخليه هش معاكي وطري كده ورطب. انا هضيف المكونات الاول اللي انا دمجتها، اللي هو الزيت. والزيت 3 معالق او 4 معالق. هيطروا برضو العجينة جدا، وهيفرق جدا جدا جدا. مع نص معلقة الملح بيدي ايه شغل برضو عالي. هضيف بقى المكونات اللي انا ايه عملتها الاول، علشان لو حطيت المية نسيت اقول لكم ان انا معايا كوباية لبن. كوباية اللبن والمكونات اللي انا عملتها دي. وبعدين هبتدي بقى اضيف الميه بالتدريج، علشان هي لو حطينا الميه ممكن الشغل التاني ده كده يبوظ. لازم نحط الاول المقادير بتاعتنا، اللي هو الخميره مع السكر والبيضه بالميه، وبعدين كوبايه اللبن والزيت، وبعد كده ننزل بالميه بقى بالتدريج، ونبتدي ان احنا ندمج الخليط في بعضه او العجين في بعضه ونعجنها. اعجني كتير، يعني عجني شويه كتير علشان تطلع معاكي النتيجه. انا عجنت كتير جدا، بس طبعا انا مش هجيب كل ده في الفيديو عشان ما يبقاش طويل عليكم. انا هركنها. خدوا بالكم من كميه العجين يا جماعه قد ايه، وهتشوفوا لما هتخمر هتكون قد ايه. انا حطيت بس على وشها شويه زيت. خدوا بالكم من كميه العجين قد ايه. شوفوا ما شاء الله، يعني اللهم بارك. العجينه بقت الضعف واكتر كمان، رفعت جدا. العجينه ناجحه ما شاء الله، والشغل فيها مظبوط. انا هاخد نص العجينه دي بس، عشان النص التاني هنعمل بيه شغل تاني مش في الفيديو ده. انا بس يعني هعرفكم قد ايه كميه طالعه كتير من نص الكميه دي. هم دول اللي انا هشتغل فيهم. وهاخد بس حته صغيره تاني عشان نعمل شويه صغيرين. هنفردها برول او باي حاجه، يعني زي ما حضرتك تحبي كده افرديها. بايديكي هتكون تقريبا صعبه شويه، بس شوفي بقى. وهنبتدي ان احنا نقطعها بسكينه او قطعه عيش او حاجه كده مثلثات. يعني هنبتدي ان احنا اهو كده بقت مثلثات اهو. كل مثلث هنبتدي ان احنا نبرمه كده، نلفه رول زي ما حضراتكم كده شايفين. مطلعه كميه كويسه جدا. وبعدين لما هتتركن شويه علشان نخمرها تاني، شايفين الشكل جميله جدا. وشايفين كمان كميتها قد ايه. لما تتركن شويه تاني هتعلى اكتر، لما تدخل الفرن هتعلى اكتر زي ما حضراتكم شفتوا في بداية الفيديو. هنبتدي ان احنا نرصها ونركنها شوية بس علشان تخمر. دي خطوة مهمة، لازم بعد ما تشتغلي في العجين تسيبيه شوية علشان يرتاح. ما ينفعش تشتغلي وتدخلي الفرن على طول، مش هيعلى معاكي ابدا. تمام كده يا جماعة. شغل العجين سهل جدا وممتع جدا. يعني في ناس بتستصعب شغل العجين وبيبقى ناشف معاهم او اي حاجة، يعني مش بيبقى مظبوط. لكن لا، ده يعني بس خد التجربة كده واشتغل، هيبقى معاكي يعني زي السلام عليكم كده. مش هتحسي بشغله. وشغله جميل جدا. يعني تعملي فطير، تعملي قرص، تعملي دي بقى الشوية الصغيرين اللي احنا خدناهم. انا خدت حتة صغيرة جدا ودورتها برضو زي الاولانية كده، وقطعتها مثلثات زي ما حضراتكم كده شايفين. وعايزه اقول لك على حاجه مهمه جدا، لما تقطعيه لما تفرديها ما تفرديهاش رقيقه جدا، لازم تكون فيها سماكه شويه كده، عشان لما تنفش معاكي تبقى العجينه هشه وطريه كده. ما ينفعش ان انت
ترققيها قوي. معايا شوية حليب علشان ادهن الوش، ومعايا بيضة وهديلهم تقليبة كده وهدهن بيهم الوش، وعلشان الريحة تقلب معاكي الدنيا والطعم يكون جميل جدا، ضيفي عليهم شوية فانيليا سايلة، الفانيليا الغامقة دي البني، جميلة جدا جدا. انا سيحت الشوكولاتة هنا، هوريكم ازاي سيحتها علشان ندهن بيها الوش. خرجت الصواني من الفرن اهي، بوريكم قد هي يعني اسفنجيه جدا. ولاحظوا الضغطه اللي انا ضغطتها ونزلت تحت دي هترتفع تاني. العجينه اهي، شفتوا ان انا لما ضغطت كده طلعت تاني لفوق. العجينه ناجحه جدا وهشه من جوه، طريه قوي. معانا قالب شوكولاته، او هاتي ب5 جنيه شوكولاته سيحيها كده في اللبن، او ب10 جنيه مش هتفرق يعني. وقالب شوكولاته يعني ما حطيتوش كله طبعا معانا. يعني كنت اقول ان شاء الله ما حد حوش ويلا نحط القالب مش مشكله، لا، انا حطيت نص القالب على كوبايه حليب، وضفت عليهم معلقه سمنه بلدي او اي حاجه، او يعني ممكن خطوه السمنه دي تشيليها، بس هي هتدي لمعه في الحليب مع الشوكولاته. اي نوع سمنه انت حابه، وممكن معلقه زيت، يعني ضيفي معلقه زيت على الشوكولاته هتديلها لمعه برضو. شايفين عجينة مميزة جدا وتحفة جدا ورقيقة كده وناعمة. ده حطينا طيب العجينة أو القرصة في الشوكولاتة كده، يعني عملنا على وشها كده بس، وبس كده خلصنا الوصفة. جميلة جدا، محببة جدا عند الأطفال والكبار. حاجة يعني مسكرة على يعني هي سويت اند صور كده يعني حاجة كله بيحبها. جربيها وقولي رأيك. انا كان عندي شوية شوكولاتة بيضة، قلت ما اسيبهاش سادة كده، واديلها خيط كده على الوش عشان يكون شكلها كمان جميل جدا. طعمها حلو جدا ومميزة جدا. دول الشوية الصغيرين اللي هناك دول، ودي الكبيرة اللي عملناها في الاول. شايفين قد ايه ارتفاعها؟ يعني ارتفاعها عالي جدا. وانا فتحت لكم واحده في البدايه وريت لكم هي من جوه العجينه عامله ازاي، يعني هشه جدا وطريه جدا. جربي الوصفه وامشي على الخطوات بتاعتي، وما تنسيش تقولي رايك في التعليقات، نجحت او ما نجحتش. وبس مستحيل ما تنجحش لو مشيتي على الوصفه بالظبط وعلى المقادير والخطوات. هنا برضو هضيف على وشها شويه الشوكولاته البيضاء. بشكركم جدا جدا لمشاهدة فيديوهاتي، وما تنسوش لايك واشتراك في القناة حلوين، وجربوا الوصفة، ومع السلامة.